السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة كوري، والحلويات الكوري غالبا بيبقى معظمها داخل في تكوينها الرز، بس الحلويات دي سهلة جدا وممكن نعملها في أي وقت في أي مكونات موجودة في البيت. هنعمل حاجة اسمها هوت دوج، أو البان كيك الحلو الكوري. دي عبارة عن كوبايتين دقيق، هنستخدم كوبايتين دقيق. هناخد معلقة سكر كبيرة، نص معلقة ملح صغيرة، ومعلقة خميرة، والخميرة دي بتبقى بواكي كده ومتوفرة في السوبر ماركت جنب البيكنج باودر والفانيليا والحاجات دي. هنحتاج كوباية لبن ومعلقة زيت. الكوباية اللي انا مكيله بيها اللبن نفسها اللي بكيل بيها الدقيق، عشان مبقاش فيه مشكلة في حجم الكوباية، هي اللي بستعملها في الدقيق بستعملها في اللبن. هنبتدي بقى نعمل اول حاجة، بنحط الخميرة، دي معلقة كبيرة خميرة، وبنحط لها معلقة كبيرة سكر. ندوبها مع بعض شوية الأول. دايما لما نعمل الخميرة نحطها مع السكر الأول حاجة، ندوبها كده معاه شوية كويس. بعدين اللبن ده دافي بنفس حرارة الببرونة كده بتاعت البيبي أو دموع العين. نقلبها كويس. نخلي بالنا ان اللبن ميبقاش سخن قوي ما يبقاش بارد قوي علشان يفعل الخميرة. نحط لهم معلقة زيت، معلقة كبيرة زيت. بعد ما ندوبه كويس نبتدي بقى نجيب دول كوبايتين دقيق زي ما قلنا. بسم الله. ونحط معاهم حوالي نص معلقة ملح صغيرة. نقلب بقى العجينة. لما العجينة دي لينة شوية، فلما كنا نستعمل عجينة لينة ما ينفعش فيها خلاط ولا كده، افضل طريقة ان احنا نقلبها دايما بمعلقة خشب كده، يعني بتساعد قوي في العجن. يعني احنا شايفين بتتعجن بسرعة. وهو ده القوام اللي احنا عايزينه، مش طرية قوي، يعني مش زي عجينة الزلابية، ومش تخينة مش جامدة زي عجينة البيتزا مثلا، لا دي عجينة طرية كده. واللي انا استعملت كوباية لبن لكوبايتين دقيق، لكن ممكن قوي ان احنا نبدل نفس كوباية اللبن بكوباية مية دافية للي ما يحبش ان هو يستعمل اللبن او ما عندوش لبن. ممكن جدا تعمل بكوباية مية مفيش مشكلة. مش عايزين اكتر من كده. هي كده اتعجنت. اتعجنت خلاص. اسلكها كده واجيب، حتى لو مفيش نايلون ممكن اغطيها بغطا عادي. المهم ان انا ادفيها كويس واعزلها عن الهواء زي اي حاجه بنبقى عاجنينها بالخميره كده. بغطيها وبسيبها لمده ساعه او لحد ما احس انها خمرت وحجمها تضاعف. دلوقتي بقى هنعمل الحشوه. على ما هي تخمر نكون عملنا ايه الحشوه بتاعتها. ده سكر بني. اللي ما عندوش سكر بني يعمل زي كده، ده مش سكر بني اصلا، ده سكر ابيض عادي، وانا بحط عليه معلقه عسل اسود واسيبه لمده ساعه يبقى سكر بني زي ما احنا شايفين كده. واللي فيه عنده سكر بني خلاص بنحط حوالي 3 معالق كده سكر بني. ده جوز او عين جمل، ممكن نحط سوداني، ممكن نحط زبيب، ممكن نحط اي مكسرات بنحبها، معلقه او 2 كده. ودي بقى قرفه. القرفه دي بتديله نكهه وطعم، لكن اللي مش عايز يستعملها مفيش مشكله. بنحط حوالي معلقه صغيره قرفه ومعلقه سكر عادي ونقلبهم مع بعض. هناك بيسموه 7 حبوب، ممكن يحطوا سوداني وسمسم وجوز وبندق، ممكن يحطوا كل المكسرات مع بعض زي حشو القطايف كده عندنا يعني. كده جهزنا الحشوه. نشوف بقى العجينه. انا مجهزه عجينه تانية خمران. دي بقى واحده تانية، دي بقى لها ساعه زي ما احنا شايفين كده. بعد ساعه حجمها بقى الضعف تقريبا.
بنعجنها عشان نطلع الهواء، علشان لما نيجي نعملها يبقى كله ايه متساوي، ما يبقاش في حته تقب وحته لا. كويس. وبعدين ندهن بقى ايدينا زيت كويس. اول مره ايدينا تطرى، وناخد جزء كده من العجين ونوسعه في ايدينا على قد ما نقدر. ناخد معلقه من الحشو نحطها فيه، نحط الزيت. انا حوالي معلقتين زيت في الطاسه. الطاسه دي سخنه كده دلوقتي. الناحيه بقى اللي انا قفلتها هي اللي تبقى ايه من تحت، نحطها كده. بعدين نعمل تاني. نحط الحشو ونحاول نقفل عليه. نحطها في الطاسه. نعملها كده. زي ما قلنا اللي انا قفلتها هي اللي من تحت الاول. يعني كمان واحده. كفايه لان لسه هنوسعهم كده. دي اول واحده حطيناها، لا احمرت كده شويه من تحت، الله لونها جميل كده بقى. المقصوصه بتاع سفنج بوب. وندوس نوسع على قد ما نقدر، ونهدي بقى في المرحله دي، نهدي النار علشان نطمن ان كل الحشو ايه استوى. كده نوسعها كده. كتير اهي. حتى لو كانت لسه زي كده ما استوتش كويس هنرجع نقلبها تاني ونحمرها ومعاها لحد ما تستوي. شايفين كده لونهم بقى ذهبي وحلو على الناحيتين. نطلعهم ونعمل كده بقى مع باقي الكميه لحد ما نخلصها كلها ونحس انها ايه استوت. وهي سخنه كده، نديها ايه، هما ما بيحطولهاش سكر بودره بصراحه. السكر البودره عاده بيتجمد، بس احنا بنحب الحاجه الحلوه تبقى حلوه، يعني تبقى مسكره. اللي مش عايز ما يحطش السكر البودره، مفيش مشكله. الاولاد بقى عندي عشان ما يتسعوش، احلى طريقه لاكل الهوت دوج ده ان هو يكون سخن. فانا بحطه لهم كده في ورقه ولا حاجه عشان ايه، وكده نكون عملنا طبق هوت دوج، حاجه حلوه كوري مع اكلات كوريه تاني ان شاء الله. انا غدا ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.